مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. نبتدي على طول بأخبار النهاردة. هنبتدي بأخبار نادي الزمالك. احنا على طول معظم أخبارنا وتغطيتنا بتبقى عن النادي الأهلي، ولكن في أخبار طبعا احنا بنغطيها من داخل نادي الزمالك. فنخش على طول على لأن بعد مباراة الزمالك وبروكسي في قلق جوه نادي الزمالك، وفي قلق من داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، وبرضه من جمهور نادي الزمالك اللي شايف ان المباريات الودية اللي فاتت يعني ما كانتش مطمنة للجمهور قبل طبعا بداية الموسم. علشان كده جون ادوارد بيبحث ان هو يخلص 3 صفقات. في واحدة تقريبا خلصت منهم اللي هي بتاعت عدي دباغ، كان فاضل الكشف الطبي، ولكن هو عايز يخلص جناح ولاعب وسط. يعني هو بيفكر في حامد حمدان وبيرسي تاو، وفي اسم تاني كمان معاهم ما بين بيرسي تاو وما بين الاسم التاني اللي لسه ان شاء الله هنجيبه لكم. ولكن هو قريب جدا في اتفاق مع بيرسي تاو، لان جون ادوارد شايف ان التعاقد مع بيرسي تاو هيقدر يرد بيه على النادي الاهلي اللي تعاقد مع زيزو، وقبل كده تعاقد مع اشرف بن شرقي وامام عاشور. فعلشان كده بيفكر في صفقه تكون جماهيريه. انا شايف من وجهه نظري ان الصفقه دي لو حصلت هتكون هي نوع لارضاء الجمهور اكتر من الاستفاده الفنيه فيه، لان لو بصيت على ارقام بيرسي تاو من ساعه ما مشي من النادي الاهلي وراح قطر هتلاقي الارقام بتاعته مش عاليه. فما تعرفش مستوى، يعني ان انت لما تجيب بيرسي تاو هتبقى مجازفه ومخاطره، خصوصا لما هتجيبه بعقد عالي، لان بيرسي تاو عايز 1,500,000 دولار في الموسم الواحد. فعلشان كده الرقم بتاعه يبقى عالي، وهتبقى انت مخاطر في مستواه، لان انت مش عارف مستواه الحالي هيكون عامل ازاي. ولكن من الناحيه الجماهيريه اكيد الجماهير هتفرح وتتبسط لما تكون جايب لاعب كان بيلعب في النادي الاهلي وكان اداؤه قوي مع النادي الاهلي، وليه عمل موسمين او 3 جامدين جدا جدا مع النادي الاهلي. فاكيد الجمهور هيبقى راضي على الصفقه دي، خصوصا ان زي ما قلت لكم قبل كده ان صفقات الزمالك ما تعتبرش قويه وتقدر تشد نادي الزمالك الموسم اللي جاي وتقدر تنافس. في ناس طبعا انتقدت، في ناس قالت لا ده صفقات جامده، الكلام ده كله، في ناس نفخت في الصفقات، ولكن الحمد لله هي المباريات بتثبت للناس ان صفقات لحد دلوقتي ما فيش حد سوبر يقدر يعتمد عليه نادي الزمالك الموسم اللي جاي علشان يشد نادي الزمالك. وهي دي اكبر مشكله بتواجه المدير الفني لنادي الزمالك الموسم او بدايه الموسم، خصوصا 4 5 مباريات الاولى هتبقى حاسمه بالنسبه لنادي الزمالك في مشواره في الدوري العام، لان الفرقه تحس ان مفيش انسجام لسه، ودي مشكله كبيره، لان انت جايب لعيبه يعني عدد كبير مع عدم خبرتهم طبعا، لان ما عندهمش خبرات كبيره. عارف لما بتجيب محترف قوي ولاعب عنده خبرات كبيره ينسجم على طول في الفريق، ولكن لما بتجيب لاعب لسه بروميسنج دي بيكون الموضوع فيه مشكله، انه لسه انت مش عارف هينسجم ازاي ويندمج ازاي بسبب خبراته القليله. فهنشوف الفتره اللي جايه. ده انا بعتبره سباق داخله نادي الزمالك، او زي ما بيقولوا كده بيقامر، يعني جامبلينج، انه جاب لعيبه جديده كتير وفي نفس الوقت المدير الفني برضه ما بقالوش كتير. فعلشان كده انه يعمل التشكيل الاساسي دي هتبقى صعبه جدا، واللعيبه اللي هيعتمد عليها لحد دلوقتي لو تسال اي حد مش عارف هيحط مين حارس مرمى اساسي، اللعيبه نفسها في خط الوسط في الهجوم، الكلام ده كله. اللي انا عارفه واللي انا سامعه ان ناصر منسي بنسبه كبيره ممكن يبتدي الموسم، ممكن يبتدي كمهاجم. ولكن هنشوف الفتره اللي جايه فيها ايه، وهنشوف نادي الزمالك هيقدر يعمل ايه في اول ماتشين 3، لان سكواد الاهلي طبعا قوي جدا، يجي بعديه بيراميدز برضه السكواد بتاعه قوي جدا، فهتبقى المنافسه شرسه ما بين الاهلي وبيراميدز. اعتقد ان فرصه الزمالك ان هو يخش المنافسه على الدوري تحديدا هتبقى صعبه جدا مع الاهلي وبيراميدز، لان الاثنين جاهزين والاثنين عملوا فتره اعداد قويه، والاهلي كمان نفعه ان اللعب في كاس العالم للانديه اللي خلاه جاهز بشكل كبير جدا جدا للموسم اللي جاي. فهنشوف الفتره اللي جايه هيحصل فيها ايه، والدوري خلاص هيبتدي قريب.
فهنشوف الزمالك هيبقى شكله عامل ازاي في اول ماتش، وهتبقى مباريات قويه جدا جدا لنادي الزمالك. نروح بقى للنادي الاهلي. زي ما قلت لكم قبل كده، في ناس كتير قعدت اتكلمت في موضوع ديانج وامام عاشور. على فكره حصل اتفاق وتلاقي ما بين الاثنين والنادي الاهلي ان يحصل تجديد الفتره اللي جايه. هتلاقي ديانج بيجدد، النادي الاهلي موافق، وقلت لكم الرقم الحمد لله 1,400,000 او 1,500,000 بالكتير علشان ديانج يمدد مع النادي الاهلي. وامام عاشور برضه هيوصل ان هو يوصل الرقم زيزو، ده موضوع منتهي. امام عاشور هيمدد عقده مع النادي الاهلي. ما تصدقش كل الكلام اللي بيتقال، كله هري والناس بتضرب اخبار علشان خاطر يعني تجيب مشاهدات والناس تقعد تتكلم في اي كلام وخلاص. فدي كانت الاخبار اللي جوه النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الاهلي قلت لك بنسبه كبيره خلص صفقاته. النادي الاهلي احتمال كبير ما يجيبش مهاجم، لان كل الصفقات كانت واقفه على مهاجم اللي هيكون بديل لاسامه ابو علي. ولكن الراجل نفسه المدير الفني مقتنع جدا بالتيم اللي موجود معاه، وبيقول لهم استنوا لحد يناير لحد ما اشوف الصفقات اللي احنا جبناها ومحمد شريف وجراديا شار هيقدروا يسدوا المنطقه الهجوميه، لان هو مقتنع جدا بمحمد شريف وبرضه مقتنع بجراديا شار. ولكن عايز يستنى لحد يناير علشان يشوف المعدل التهديفي للمهاجمين، خصوصا ان هو عنده طبعا الاجنحه قويه جدا وخط الوسط قوي جدا. فهنشوف الفتره اللي جايه. انا بنسبه 95% او 99% عارف التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه، ولكن طبعا مش هقوله لان احنا عاملين مسابقه توقع التشكيل الاساسي للنادي الاهلي في اول مباراه علشان تقدر تفوز في المسابقه بتاعه الدوري المصري اللي احنا عاملينها. طبعا بسيب لكم اللينك كل حلقه في اول تعليق علشان تقدروا تعملوا متابعه للصفحه اللي عملناها مخصوص على انستجرام عشان المسابقه، وتبعتوا لنا في رساله ال 11 لاعب اللي انت متوقع ان هم يشاركوا اساسيين في المباراه الاولى للنادي الاهلي. وان شاء الله كل شهر هيكون في مسابقه جديده علشان تشاركوا معانا فيها. في حاجه بقى اخيره هتكلم فيها واتكلمت فيها الموسم اللي فات، النادي الاهلي ما خدش باله منها ودلوقتي هيعاني منها في خلال الموسم. طبعا وهو اللي ماسك لجنه المسابقات في اتحاد الكوره طه عزت، او في رابطه الانديه، لان هو اللي بينظم مسابقه الدوري. طلع طبعا بتصريح غريب جدا جدا وقال لك ان الدوري لسه معلق وان لسه مفيش مش عارفين مين بطل الدوري الموسم اللي فات. كلام اثار الجدل، ولكن انا قبل كده قلت لك ان طه عزت عنده تواصل وعنده زي علاقات كده بتربطه بممدوح عيد والامارات من ساعه ما كان بيشتغل في الامارات. فالتصريحات اللي هو بيطلع يقولها على طول دي بتثير الجدل، مفيش اي تفسير ليها. وقلت ان النادي الاهلي من فتره لازم ياخد باله من طه عزت، علشان ده زي وليد العطار بالظبط في اتحاد الكوره. فاكرين طبعا وليد العطار؟ اهو طه عزت ده عامل زي وليد العطار بالظبط، بيعمل مؤامرات من جوه اتحاد الكوره. فلازم النادي الاهلي يطلب كان بتغيير طه عزت من بدايه الموسم. انا بصراحه حاولت اوصل لمعلومات من جوه النادي الاهلي ليه النادي الاهلي ما اتكلمش في موضوع طه عزت قبل بدايه الموسم، ولكن للاسف لحد دلوقتي ما جاليش اي رد صريح ان النادي الاهلي ما اتكلمش في موضوع طه عزت. ولكن انا بحذر من بدايه الموسم، وهتشوفوا بعد كده الموضوع في خلال الموسم. علشان كده انا بحذر تاني مجلس اداره النادي الاهلي، خلي بالكم من طه عزت. استنونا في حلقه جديده في الكوره معاك.